الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الرحمات والبركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بهدى وثبات. أصحاب الفضيلة والسماحة والسيادة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني حقا ويسعدني صدقا أن أكون في هذه المناسبة العظيمة، لأن شرف المناسبة دائما بشرف موضوعها، كما يقال: فشرف العلوم بالعلم الذي يبحثه الإنسان. واليوم نحن نجتمع لأجل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحاولة نصرتنا، ولا أقول محاولة نصرتنا، لأن الله هو الذي ينصره، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الأدوات. فما أعظم هذا الموقف حقا، وما أعظم هذا الشرف أن نكون جميعا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن باب الاقتداء به أيضا حتى في باب الشكر، فإني أقتدي بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فلذلك اقتداء بهذا الكلام أقدم شكري لهؤلاء الإخوة الكرام الذين بذلوا جهودهم منذ سنوات، وبخاصة في السنة الأخيرة، لأن يقدموا شيئا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على رأسهم فضيلة الأخ الحبيب الموفق المبارك بإذن الله تعالى، فضيلة الشيخ محمد الصغير، على جهوده المباركة التي بفضله ومنه أنتجت وأنجبت هذه الهيئة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي أعمالها. ونحن ما دمنا نحن في مقام الشكر، لا يمكن أن نترك هذا البلد العزيز تركيا، التي تقف مع قضايانا بكل قوة، وتقف مع المسلمين، وتقف مع المستضعفين، إلا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يحفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشرور الأشرار، وأن يوفق جميع بلاد الإسلام والمسلمين للخير. أصحاب الفضيلة والسعادة، حينما نتحدث عن شخص عظيم يصفه الله سبحانه وتعالى بالرحمة المطلقة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويمنحه صفتين من صفاته العزيزة: الرؤوف الرحيم، ويشهد له بأنه على خلق عظيم، على للاستعلاء، متمكن، وشهادة من الله بأنه وإنك لعلى خلق عظيم. وأمام شخصية رفع الله سبحانه وتعالى ذكره: ورفعنا لك ذكرك، فوضع اسمه بعد اسم الله سبحانه وتعالى في الشهادة التي تصل الآفاق. وقد قام أحد إخواننا من هؤلاء الشباب أو من أمثال هؤلاء الشباب بترتيب الأذان عبر العالم، فوجد أنه في كل أقل من دقيقة
يتردد وأشهد أن محمد رسول الله بعد أشهد أن لا إله إلا الله. ويصفه رب العالمين بالنور والسراج المنير، ويزكيه بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، ويزكي عينه وبصره ما زاغ البصر وما طغى، ويزكي كذلك ويزكي عقله وفكره فيقول وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى. أمام مثل هذا العظيم ما الذي يستطيع عبد ضعيف أن يقول شيئا؟ إذن يا سيدي يا رسول الله كيف أتحدث عنك؟ والله إني لوجل قلبي ومقشعر جلدي حينما أقف أمامك وأنا لست على مستوى الدفاع المطلوب والنصرة المطلوبة لك. والذي أستطيع أن أقول إني أفديك بروحي وبكل ما أملك، وأننا نعاهد الله بأن نسير على طريقتك، نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. يا سيدي يا رسول الله، أقف عند هذه الآية الكريمة حقيقة وقفة يقشعر لها جلدي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، كنا ظالمين فهدانا الله بك، وكنا متفرقين فجمعنا الله سبحانه وتعالى بك، وكنا مقسمين كاليوم بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية، فحول الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بك إلى خير أمة أخرجت للناس. يا سيدي يا رسول الله، والله إني أشهد وإني أشهد لنفسي ولهذه الأمة أننا نحبك حبا جما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ما بشرت به ثوبان ومن يطيع الله والرسول. نسأل الله أن تحشرنا معك، أن يحشرنا الله معك ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا سيدي يا رسول الله، والله لم نقم بواجبك كما ينبغي، لم نقم بتوصيل أخلاقك وشيمتك وسيرتك العطرة إلى الآخرين، لأني أعلم ورأيت بنفسي حينما كنا مع هذا المخرج للفيلم السيء الهولندي، قدرا أنا كنت معه في زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما دخلنا الروضة الشريفة والذي نفسي بيدي لم أرى في عمري شخصا يبكي ويهتز جلده وجسمه أمامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل. وإني والله لقد بكيت بكاء شديدا، فقال لي إخواني ما الذي يبكيك يا فلان؟ قلت يبكيني أننا ما قمنا بواجب الدعوة والنصح والتبليغ إلى الجميع. هذا الرجل الذي أخرج الفيلم السيء نحو لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تعرف عليه أسلم. إذن إننا مقصرون، والله إنني أحس بهذا التقصير، ولا أريد إخوتي الأحبة أن أطيل على حضراتكم، أكتفي ببعض الأفكار العملية التي يجب علينا أن نعملها بإذن الله تعالى. أول شيء إخوتي الأحبة، حتى تستمر
هذه الهيئة أن نبدأ بوقف لهذه الهيئة، وأنا إن شاء الله أول من يساهم في هذا الوقف بما استطعت. الأمر الثاني أيها الإخوة الأحبة، تحويل المحبة إلى العمل، إلى الخطة، إلى الاستراتيجية، إلى خطة استراتيجية إخوة الأحبة من جهتين. جزاك الله خيرا، أحسنت، جزاك الله خيرا. من جهتين كما قال أخي فضيلة أخي دكتور محمد، أن نكون نحن ممثلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرانا الناس فينا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس. اليوم معظم الناس لا يرى، بالعكس يرى فينا الإرهاب مع الأسف الشديد، يرى فينا مخالفة الوعود، يرى فينا التخلف، يرى. فكيف نحن نكون على مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إخوة الأحبة، وطبعا هذه الخطة الجانب الأول، والجانب الثاني الدعوة والعمل بكل الوسائل التي أشار إليها. وأنا أطلب من إخواني أن لا تكون خطتنا عشوائية، فلنستفد من جميع علماء التخطيط والاستراتيجيات. حقيقة هذه الأمور لا تنفع بالعاطفة، بالحكمة والموعظة الحسنة والبصيرة والمنهاج. هاي 4 أشياء في المنهاج: الخطة، البصيرة المآلات، التحليل، الحكمة استفادة من العقل، الموعظة العاطفة. يعني الموعظة 25% من هذه المسألة. الأمر الثاني حقيقة مهم جدا جدا، قضية الإعلام، ونعمل حقيقة إعلاما طوعيا يا سماحة الشيخ مثل ما فعل بعض الإخوة. والإعلام هو الذي حقيقة يحقق لنا الكثير بإذن الله تعالى، لأن الله سمى الإعلام بالجهاد. وحتى نصرنا في فلسطين يا أخي الحبيب، يا أستاذ خالد حفظك الله ورعاك، مع إخوانك المجاهدين الذين نعتز بهم، أن خطتنا جزء كبير منها بنص القرآن الكريم هو الإعلام. فإذا جاء، حسب فهم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، والخطاب لمن؟ لهؤلاء المحتلين الصهاينة. كيف نسيء وجوهنا؟ أي نجعل وجوههم سوداء. الإعلام. اليوم وجوه الصهاينة في الغرب ليست سوداء، بالعكس هم يظنون أنهم، معلش سامحني شوية طول يعني، يقول ولا تعطي الميكروفون للشيخ فشوف إخوة الكرام، فلا بد أن نصل. شوف، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، ثم قال كما دخلوا أول مرة، ثم بعدين يأتي وليتبروا تتبيرا. والواو وإن كان للعطف كما قال الرازي وكما قال أبو حيان وكما قال غيره، لكن الترتيب ملاحظ فيه. فالإعلام لا بد أن يعمل شيئين: إساءة وجوه الأعداء وتبييض وجوه المسلمين. بالأخير إخوة الكرام، حقيقة نحن علينا جميعا كما قال: فالذين آمنوا به، لا يكتفى الإيمان فقط، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الفلاح. ورأيت حقيقة لأبي حيان وغيره أن كلمة هنا وعزروه يقول الحب الذي يصحبه المعونة، الحب الذي يكون معه الإيثار والعمل. هذا ما أكتفي به أيها الإخوة الأحبة. لا يمكن لا لي ولا لغيري أن يفي بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا أمل بأن يدخلنا الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسبنا أولئك رفيقا، وأن يوفقنا لخدمة هذه الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.